اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عندك حته شوكولاته ب10 جنيه ومش مكفيه اي حاجه، تعالى اقولك على فكره خطيره تعملي منها كميه وكمان توفر معاكي جدا. مهما كان عندك قالب شوكولاته صغير ومش عارفه تعملي منه ايه، انا هقولك بفكره حلوه قوي. هنا بقى انا جبت على حمام ميه وحته الشوكولاته اللي ب10 جنيه دي حطيتها على في طبق زي ما انت شايفه كده، وما حطيتش عليها حاجه خالص ولا لبن ولا زيت، بتحطيها هي بس كده، تحتها شويه ميه تسيبيها بقى مع نفسها كده وتقعدي تقلبي فيها لغايه ما تفك خالص. بعد كده دهنت الصينيه دي دهنه دهنه زيت قصدي، نقطه بمعنى نقطه، فواخده بالك ازاي، وامسحيها يعني نقطه بالظبط. لو زاد منك الزيت امسحيها بمنديل، هي نقطه. وايه، وافردي الشوكولاته زي ما انت شايفه كده، وحطيها 3 دقايق بالظبط في باب في التلاجة من تحت، هتلاقيها جمدت بالشكل اللي انت شايفاه كده. كسريها بقى مكعبات، هيديكي كميه كبيره وكميه خطيره جدا جدا. تعملي بقى ايه، باتيه، تعملي كرواسون، تعملي حطيها في قرص كده. بصي هتعملي منها كميات ما شاء الله جميله جدا. هتعملي بقى مكعبات، بصي تمسكي بقى وتكسري الحجم اللي انت عايزاه. بألف هنا وشفا. متنسيش بقى بدعوه حلوه واشتراك في القناه ولايك حلو منك يا ست الكل. بجد بحبكم جدا يا احلى متابعين في الدنيا. مع السلامه.